بدات اوقف كلام سلبي خالص، وبدات اعتقد ان فعلا الرزق بتاع ربنا بس. الغريب يا ابراهيم والله العظيم والله، انت بتشوف نتائج عجيبه. طب هقول لك على حاجه، اقول في دماغي انا النهارده هبيع ب 10 جنيه مثلا، اجي اخر اليوم انا مش بايع ولا جنيه، قبل ما اقفل ابيع ب 10 جنيه بالرقم اللي انا قلته، واحيانا كان بزياده. فبدات ايه ده الموضوع بجد، فطبقت، بدات اخد نتائج، احصل على نتائج، فبدا يجي لي فلوس وبدات الحياه تبقى كويسه. فقلت لا طب يلا بقى، خدت كورس اسمه اختراق المجال الطاقي، بيتكلم ان الحياه ديت مش ماشيه عشوائيه، لا في قوانين بتحكم الارض، هتعملها بقى انت مسلم مسيحي انت يهودي ايا كان جنسك ايا كان جنسيتك، هي في قوانين هتعملها هتاخد نتائج. فيلا بينا يلا اجرب. من ضمن اصعب القوانين دي هنتكلم عليه في فيديو تاني ده، عشان القانون ده قوي جدا جدا. قانون اسمه قانون السبب والنتيجة. مفيش حاجة عشوائية، لو في حاجة حصلت بالأخص سلبية هي منك 100% منك. طب 99 وفي 1% من مديري؟ لا، 100% أي حاجة سلبية هتحصل لك في الحياة منك أنت كشخص. الكلام ده شوية في ناس بتأنب نفسها بيه، بس خد بالك الإيجابي منه بقى إيه، هو لو السلبي مني يبقى الإيجابي برضو إيه مني، او على الاقل لما اغير السلبي هاخد على النتائج التانية. يعني لما اغير السلبي واعيش في الايجابي هاخد النتائج التانية، وتكتشف اصلا ان هي اصلا مش ايه واحده، ده ربنا قايلها في ايات كتير قوي. وما اصابكم من سيئه وما اصابكم من مصيبه، كل ايات ربنا بتيجي تتكلم عن المصائب والسيئات يقول لك في الاخر ايه، وبما كسبت ايديكم. وفي ايه ربنا يقول لك ايه، ويعفو عن كثير، يعني كمان ده انا مفوت لك كتير قوي.